بشكل كبير. يعني بتشوف نجاح المنظومه دي اساسها ايه يا ست اللواء؟ الحمد لله مبدئيا يعني الحمد لله، لكن انا بحمد ربنا وبشكر فضله على انه مجمع مجموعه من الشباب اللي في بينهم حب وبيحبوا بعض وبيحبوا اللاعبين واللاعبين بيحبوهم وفي تآلف وتآخي. النظام اللي موجود كل الناس ماشي عليه بطريقه مظبوطه، وكل واحد فينا بيلعب الدور بتاعه، وعشان كده نتيجه الحب ده فالمنظومه ناجحه. صحيح صحيح. يمكن يا ست اللواء انتوا اول نادي يعتبر محترف في مصر دلوقتي، يعني ما فيش انديه محترفه غير النادي مصر المقاصه تقريبا. والنادي الاهلي طبعا يعني بيعمل الاجراءات وبيشتغل في الاجراءات، لان انت في الاول وفي الاخر لازم في يوم من الايام يبقى احنا دوري محترفين. الحقيقه احنا من سنه 2011 واحنا نادي محترف له ميزانيه مستقله لكره القدم، بنشتغل على ان احنا محترفين واللعيبه محترفين وموظفين كما لو كانوا موظفين في مكان بينفذوا التعليمات، بيروحوا في التوقيتات، بيمشوا في التوقيتات، محدش بيتخلف، في قواعد، في لوائح، فيها ثواب وفيها عقاب. طب ست اللواء، انا يعني التزامكم الدائم زي ما حضرتك كده وحاطط المنظومه بالشكل ده. يمكن المباراه الاخيره امام نادي الزمالك كلام كتير على الاعاده وكلام كتير المفروض يعني ما اعرفش، انا بشوف في الرياضه مش مظبوط، لان الامور في اخطاء وارده تبقى موجوده. انت حضرتك برضو بتشوفها ازاي، وخصوصا كلام كتير عن موضوع اعاده المباراه تاني؟ عايز اقول لحضرتك يعني لو اتحاد الكوره اصدر قرار باعاده المباراه، ما اعتقدش ان اي حد في عائله مصر المقاصه هيرفض او هيعترض. احنا يعني هنلتزم بقواعد او قرارات الاتحاد، ما احناش خايفين ان احنا نعيد المباراه، ما فيهاش مشكله. هي مباراه زي اي مباراه، وهم 3 نقط زي اي 3 نقط، سواء يعني خدناهم من الزمالك او هناخدهم من النصر ولا من التعدين ولا من اي فرقه. يعني ما هم 3 نقط، مش ما هماش 3 نقط بشرطه يعني. وما عندناش مشكله، واحنا هنلتزم بالقرارات بتاعه الاتحاد، لان انا بحب الالتزام وما بحبش الاعتراض. طبعا المباراه نفسها مباراه كانت جيده جدا من الفرقتين. ضربه جزاء انا ما شفتهاش لحظتها، لكن حسيت ان في حاجه لما لعيبه الزمالك ابتدت تعترض وتجري على الحكم. لما اتعادت اللعبه من اكثر من زاويه، طبعا ما اقدرش انكر انها ضربه جزاء 100%، ما فيهاش مناقشه. لكن هو في النهايه ما دام الكابتن جهاد ما حسبهاش يبقى هو ما شافهاش. الكابتن جهاد استحاله هيشوفها ومش هيحسبها، لانها يعني اللعبه واضحه وضوح الشمس، فلا يمكن هيشوفها ومش هيحسبها. صحيح، ما ينفعش. كابتن جهاد بيحافظ على سمعته، كابتن جهاد راجل دولي وعايز يروح يحكم في كاس العالم، فعنده طموح وبيلعب لنفسه، مش هيلعب لاي فرقه من الفرق سواء هو او اي حكم تاني. فانا يعني ما اعتقدش ان هو شاف الضربه اطلاقا. هو مش عايز يسبب مشاكل حتى لنفسه قبل اي شيء يا ست اللواء يعني. بالظبط يعني مش عايز يسبب مشاكل خاصه مع احد العملاقين يعني. صحيح. يا ست اللواء، انا بحترم حضرتك جدا وبحترم طبعا منظومه مصر المقاصه بالتزامها حتى في حرب التصريحات اللي موجوده في الفتره اللي فاتت بالهدوء وعدم الرد في كلام ممكن يعني نشوف. حضرتك انت بتقول لي انا لو اتحاد الكوره قال ان في اعاده للماتش انا هلتزم بشكل كبير، ودي حاجه تحترم جدا يا سياده اللواء. ما هو لازم، احنا يعني في دوله مؤسسات، في جهه مسؤوله عننا هي بتصدر تعليمات
يجب ان احنا نحترمها. ما ينفعش ان احنا نعترض عليها لا يعني ما ينفعش. صحيح. واحنا نتمنى ان الدنيا تمشي ناعمه وبسيطه وسهله علشان يبقى عندنا امل ان الجمهور يخش بعد كده. صحيح صحيح. الجمهور اللي هو وقود المباريات، الجمهور اللي هو هتسوق اللعيبه اللي حضرتك شايفها دلوقتي، سواء في الاهلي ولا في الزمالك ولا في المقصه ولا في انبي. الاداء اللي هم بيعملوه النهارده لو في جمهور واعتادوا عليه هيبقى ادائهم احسن من اللي هم النهارده بيعملوه 10 مرات. لان اللعيب بيسعد بانه شايف الجمهور والجمهور شايفه وبيحاول يقدم اقصى ما عنده علشان يرضي الجمهور. فمش عايز اشك ان الاداء هيتحسن والدوري هيسخن قوي لو في جمهور. طيب استمرار المقاصه في المركز الثاني والمنافسه بشكل قوي يا سياده اللواء، قال لي انت حضرتك يعني زي ما بنقول كده انتم مؤكدين على الجزئيه دي ان هو الهدف بتاع مصر مقاصه هو التواجد والمنافسه على بطوله الدوري؟ معلش انا اسف يا كابتن محمد، يعني انا عارف ان انا بتكلم معاك في قناه الاهلي. لا زي ما انت عايز يا سياده اللواء، اصل خلي بالك دي منافسه واحنا بنتكلم انها رياضه وكره قدم فيها اخطاء وفيها منافسه وفيها يعني اتكلم زي ما انت عايز. يعني انا بقول دايما ايه يعني يعني الاحلام مش حرام طبعا ولا عيب، والطموح مش حرام ولا عيب. لازم يبقى عندنا طموح ولازم الفرقه نفسها يبقى عندها الطموح ويبقى عندها ثقافه الفوز عشان تقدر تكسب. صحيح. فاحنا بنحاول نوصل للاعبين سواء انا او طبعا كابتن ايهاب والكابتن حمد مصطفى، الناس الكبار اللي موجودين في الجهاز الفني يحاولوا يوصلوا للاعبين ثقافه الفوز. لازم تكسبوا ايا كان الفريق اللي بنلعب معاه. لازم نرضي جمهورنا، لازم نلعب بطريقه تسعد اي واحد بيتفرج. ده بنأمل ان احنا نعمل نتائج كويسه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي بيوفق ان شاء الله. طيب يعني سؤال بس قبل ما نختم مع حضرتك سياده اللواء بخصوص هشام محمد واحمد سامي، ويعني كلام عن المفاوضات ما بين النادي الاهلي ومصر مقاصه لوجودهم داخل القلعه الحمراء. شوف حضرتك السنه اللي فاتت لما ابتدى الناس تتكلم مع اللاعبين فقدوا تركيزهم واتاخرنا جدا جدا في الترتيب لان اللعيبه ما بقتش مركزه. فانا السنه دي مانع تماما الكلام على اي انتقال الا بعد ما ينتهي الدوري علشان اسيب اللعيبه تركز لمصلحتها. لان اللعيب لو فقد تركيزه ولعب وحش ممكن النادي اللي عايزه يغير رايه. صحيح صحيح كلام حضرتك مظبوط. انا يهمني مصلحه اللعيب. انا مش هقف قدام مصلحه اي حد لان مفيش فرقه في الدنيا هتقف على واحد. النهارده النادي الاهلي ماشي الاول من غير ابو تريكه ومن غير بركات ومن غير وائل جمعه ومن غير اللعيبه العمالقه اللي كانوا موجودين في فتره من الفترات. نفس الحكايه في نادي الزمالك. صحيح. مفيش فرقه في الدنيا هتقف على حد. الحياه دواره والناس يعني الحمد لله ان معانا المدربين اللي موجودين معانا كلهم من النوعيه اللي بتحب تاخد لعيب مغمور لكن عنده كوره في دماغه يقدر يثقله ويثقل مهارته ويستخدمه استخدام جيد. صحيح. يعني ما فيش معنى ان احنا نتكلم اثناء السيزون لان اللعيبه بتفقد تركيزها. سياده اللواء يعني اتمنى لكم كل التوفيق طبعا. يعني فريق المقاصه زي ما بنقول هو عامل زي ما بنقول حاله جوه الدوري المصري بشكل كبير. كابتن ايهاب جلال، كابتن حمد، كابتن مصطفى كمال، كابتن وليد هويدي طبعا مدير الكره، وحضرتك طبعا، ويعني كل المسؤولين في نادي مصر مقاصه عاملين مجهود جبار لان الموضوع ما بيجيش بالسهوله. يعني استقرار فريق ووجوده في المنافسه اعتقد خصوصا يعني ان هو حديث النشء زي ما بنقول 1998 ان يوصل للمرحله دي، اعتقد ان ده مجهود كبير من حضرتك وكل العاملين وكل المسؤولين داخل كرة القدم بالنادي. بشكرك شكرا جزيلا. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن مصطفى كمال وكابتن محمد قريش.